ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل مع بعضينا شنطه جديده. هحتاج 1.5 كيلو من الخيط الكردون. الشنطه بتاعتي مقاسها كبير 40 في 30، والدبابيس التثبيت او المارك، والاكسسوارات اللي انا هستخدمها في الشنطه. اول حاجه هقص فتله طولها 1.5 متر دوت اللي انا هثبت عليها الخيط. بعد كده بقص 40 فتله، طول الفتله 3.5 متر دوت على المجوز. هنبدأ نثبت الخيط بغرزة البداية اللي احنا اتعلمناها مع بعضينا على الفتلة اللي طولها 1.5 متر في البداية اهي كده، عكس غرزة البداية اللي احنا اتعلمناها مع بعضينا. وابدأ اثبت 40 فتلة على الخيط الاساسي اللي هو 1.5 متر. هثبته وارجع لكم تاني. في الفيديو دوت هنتعلم حاجات كتير جديدة. هنتعلم ازاي نعمل بطانة مدعمة، ازاي ننظف الشغل من جوه لو انا ضفت خيط، يعني لو خيط قصر مني وضفت خيط، فالزيادات انا بعمل بيها ايه، او بدال الخيط القديم ازاي. كل ده هنتعلمه في الفيديو المرة دي. وكمان هنعمل قاعدة جديدة، قاعدة بطريقة البيكسل لأول مرة معانا. الشنطة اللي احنا بنعملها شنطة لاب، هي تنفع طبعا دي استخدامات كتير لان حجمها كبير، تمام. بس الشنطة بتاعتنا شنطة متصممة المرة دي لللاب. هنا بعد ما ثبت 40 فتلة على الفتلة الأساسية، هبدأ أعمل جرز صف من الجرز المربعة. الشنطة بتاعتي وجهين مختلفين. ده اول وجه اللي انا هوريكم صورته دلوقتي. محتاجة ان انا اعمل 3 صفوف من الجرز المربعة، تمام. هتقولوا لي الوجه التاني هيبقى مختلف، تمام. انتوا ممكن تنفذوا الشنطة كلها بوجه واحد من الوجهين اللي عاجبينكم يعني، وهقول لكم ازاي. ده الوجه اللي احنا هننفذه دلوقتي. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. هنا عملت غرزتين مربعين فوق. هبدأ اعمل بين كل غرزتين مربعة غرزة مربعة تانية، يعني فتلتين من اليمين وفتلتين من الشمال اعمل بيهم غرزة مربعة. وبنفس الطريقة هعمل غرزتين مربعين فوق في الصف الاولاني، وبين كل غرزتين مربعة بعمل غرزة مربعة. في الوجه دوت انا هعمل صف 3 صفوف من الغرزة المربعة. كل وجه من الشنطة انا هعمله شكل مختلف، فخليكم معايا للاخر. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. كده عملت 3 صفوف من الغرزة المربعة. هتنقل للخطوة اللي بعد كده، هجيب 8 فتلات
يعني غرزتين مربعتين جنب بعض، وهبدأ اشتغل بيهم. بصوا هجيب فتلة رقم كام؟ فتلة رقم 2، واشتغل عليها بفتلتين من اللي جنبيها. يبقى فتلة رقم 2 بشتغل عليها بالفتلة رقم 3 و4 غرزة مزدوجة زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا دي، هجيب فتلة رقم، هخليها برضو 2 من الشمال عشان ما تتلخبطوش في الارقام كتير. 2 من الشمال، وبرضو اعمل عليها غرزة مزدوجة بالفتلة رقم 3 و4 شمال. تمام. انا مش عايزة اقول لكم رقم 5 و6 و7 و8 عشان ما نتوهش في الارقام. فانتي من الناحية اليمين هاتي الفتلة رقم 2 واشتغلي عليها رقم 3 و4 فتلتين اللي جنبهم غرزة مزدوجة، وروحي على الاتجاه الشمال هاتي الفتلة رقم 2 من الشمال واشتغلي عليهم بفتلتين اللي هي 3 و4 شمال غرزة مزدوجة. بعد كده هجيب الفتلة رقم 1 زي ما انتوا شايفين كده اللي انا كنت سبتها في الاول، وابدأ اعمل عليها بالفتلتين غرزة مزدوجة، الفتلتين اللي انا اصلا اشتغلت بيهم على الصف اللي قبلها. تمام. ما بقفلش الغرز خالص يا جماعة، انا القطعة ديت شرحتها في المعلقة الاخيرة بالتفصيل. اللي حابب يشوف المعلقة ويشوف كل تركة في القطعة ديت ممكن يرجع لها، اكتبولي في تعليقات وانا اكتب لكم الرابط. تمام. بس اعتقد انها هنا واضحة قوي يعني. كده عملت اول جزء، ما قفلتش في النص ولا عملت اي حاجة. هجيب الاتجاه بقى النهون، هجيب الشمال ناحية اليمين، فهبدأ اعمل على الصف الاولاني بغرزة مزدوجة.
هنا يا جماعة بقى بصوا، لو انتوا اتلخبطتوا في اي شكل من الاشكال ارجعوا عدوا ال8 فتلات بتاعكم. هنجيب فتلة رقم 3 في الشمال وابدأ اشتغل عليها غرزتين مزدوجة بالفتلة رقم 2 ورقم 1 شمال. تمام كده خلصت الفتلة رقم 3. هنجيب فتلة رقم 4 واشتغل بيهم عليها بالفتلتين اللي انا اشتغلت بيهم في الصف اللي قبليها. تمام كده. هنا الاكس بتاعتي اكتملت اهيت. عايزة اكمل الشغل، هجيب فتلة رقم 2 وابدأ اشتغل عليها بغرزتين مزدوجة بالفتلتين اللي هي رقم 3 و4. هجيب الفتلة اللي قصادها الناحية التانية اللي هي رقم 2 واشتغل عليها بفتلة رقم 3 و4 اللي هي جوه زي ما انتوا شايفين كده. هرجع اجيب اول فتلة اهوت بقى واشتغل عليها بالفتلتين اللي تحت. انا يعني مطولة قوي في شرح الجزئية ديت لان الشنطة كلها هتتبني على الجزئية ديت. هنجيب رقم 1 من الشمال واشتغل عليه برضو بالفتلتين اللي تحتيها. عايزة اقفل بقى الشكل بتاعي. لازم احدد انا رايحة في اي اتجاه، انا هكمل يمين ولا شمال. لازم احدد الاتجاهات بتاعتي، يبقى من الصف مثلا ناحية يمين وصف ناحية شمال، لا. بكمل الصف بتاعي كله 30 سنتي بنفس الوحدات ديت. يبقى انا بشتغل بالفتلتين 1 و2 يمين 1 و2 شمال
بشتغل عليهم ب3 و4 بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. بفضل امشي بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لطول 30 سنتي، طول الشنطة اللي انا محتاجاها، وبقف على كده. طيب هربط الوحدة ديت ازاي بالوحدة اللي جنبيها؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. كده انا عملت اهوت 1 2 3 4 5 وحدات بطول 30 سنتي. هاخد ال8 فتلات اللي جنبهم واعمل نفس الشكل. طيب هربطهم ازاي ببعض بقى؟ طب ما كده هتبقى وحدات منفصلة. تعالوا نشوف بقى هنربطهم ازاي مع بعض علشان تديني شكل مستطيل متوصل ببعضه تماما. هرجع اعمل نفس الشكل بتاعي زي ما انا عملت في الاول خالص. الوحدة التانية برضو في تريكة هنا، همشي ناحية الشمال على اساس ان انا اعمل شكل معين كبير قصاد بعض. يبقى المرة اللي فاتت اشتغلت الشمال، فتلة الشمال هي اللي فوق، المرة دي اليمين هي اللي هتبقى هي اللي فوق واشتغل عليها الخيط. ركزوا في الحركة ديت يا جماعة عشان الجزء دوت هيديني شكل في النهاية. بصوا بقى هنا بعمل اخر غرزة مزدوجة اهوت تمام. هاخد الفتلة ديت وهدخلها في الفاصل بين الوحدتين اللي جنبها. يبقى الفتلة رقم 1 اهوت قبل ما اخلص الصف واعمل بيها غرزة مزدوجة بدخلها في الفاصل اللي بين الوحدتين في الصف اللي قبلها، وبعد كده اعمل بيها الغرزة المزدوجة، وبكده ابقى ربطت الوحدتين ببعض. يبقى كل وحدتين يمين ووحدتين شمال بيبقى في فاصل مسافة في الجنب كده، خيط كده طولي تمام. باخد فتلة من الوحدة الشمال وهعديها من تحتيها، وبكده ابقى ربطتها. هنعيدها تاني وهوريها لكم تاني.
هنا واضحة خالص اهي يا جماعة، فتلة رقم 1 وادي الفاصل اللي بين الوحدتين، بدخلها من تحت بين الفتلتين وبشدها وبرجع اكمل شغل عادي خالص في الوحدة الاساسية اللي انا شغالة فيها. كده ابقى ربطت الجزء الاولاني بالجزء التاني. بنفس الطريقة ديت هعمل المساحة بتاعتي كاملة. ده الوجه التاني من الشنطة. قصيت الخيط هنا 40 فتلة برضو، بس طول الفتلة هنا 3 متر ونص، الوجه ده 3 متر ونص على المجوز. هنا عملت كام صف مربع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 صفوف مربعة. مش هشرحها فوق، هشرحها تحت لان بس، وهشرحه بالتفصيل. تمام. انا محتاجة ايه في الوحدة بتاعتي؟ هنا 4 و4 8 فتلات و8 فتلات. تمام. ال 16 فتلة دول هيكونوا شكل مع بعضيهم، بس هنقسمهم الاول، الاربعة دول لوحدهم والاربعة دول لوحدهم زي ما انا شرحت الجزء اللي فات. هنجيب الفتلة رقم 2 ونشتغل عليها غرزة مزدوجة بفتلة رقم 3 و4. هنا غرزة مربعة وغرزة مربعة، هعمل غرزة بينهم في النص، غرزة مربعة في النص اهي. كده عندي مثلث اهو. هجيب الفتلة رقم 2، واحد اهي، 2 اهي، هشتغل عليها غرزة مزدوجة بالفتلة رقم 3 و4. ادي 1 وادي 2. تمام. هجيب الفتلة رقم 1 واشتغل بيها غرزة مزدوجة اهي، فتلة رقم 2 و3. طيب انا كده بقى عندي فتلتين تحت وعندي الصف اللي قبليها. هجيب الفتلة دي وادخلها في الجنب ده عشان كل الجناب بتاعتي تمسك في بعضيها. تمام كده. تمام. هنعمل نفس الطريقة الناحية التانية. الفتلة رقم مفروض انها 7، انا هقول لكم 2 من الشمال. تمام، عشان ما نتوهش في الارقام كتير. ادي 1، ادي الغرزة التانية. تمام كده، نفس الطريقة اهي. طبعا الشرح ده كله شرحناه في الناحية التانية، الاختلاف هنا هنشوفه كمان شوية. هنجيب برضو الفتلة ديت هتمشي ازاي؟ عايزين دي تمشي كده، يبقى دي هتبقى هنا اهي، عشان هعمل هنا بقى شكل مربع. هوريكم ازاي. ادي 1، ادي 2 اهي، ادي 3 وادي الفتلة اللي كنا ربطنا بيها الجناب. تمام كده. وهنجيب
دي الناحية التانية. واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي أربعة. تمام. طبعا نقرب الجرز من بعض. هنجيب رقم كام؟ واحد اتنين اهمت، رقم تلاتة من الشمال، واعمل عليهم غرزتين. ادي واحد، وادي اتنين. تمام تمام. الفتلة التانية، ادي واحد، وادي اتنين. اوكي. نفس الطريقة هنجيب دي كده فتلة رقم اتنين اهي، واشتغل عليها بفتلتين. واحد، اتنين. هجيب دي واشتغل عليها بنفس الطريقة. واحد، فهما فتلتين، يبقى السر بتاعنا في رقم اتنين. اتنين. هجيب الفتلة دي بقى اللي طلعت هنا ديت، وعندي جنب اهو، اجيبها من تحت واطلعها لفوق كده. الجنب ده مسك في الجنب ده. تمام. هنجيب الناحية التانية برضو اهو، بعمل اللي جوه الاول. واحد، اتنين. تمام. انا عايزة دي تكمل معايا، هي اللي فوق تبقى دي فوق، عشان دي تقفل لي هنا كده، عشان اعمل شكل مربع اهي اهي. تمام كده، واضحة. الجنب ده لسه ما كناش كملناه. تمام. نزل دي تحت عشان دي تكمل كده. بقرب خيط لبعض. واحد، اتنين، اهي. تمام كده. برضو عندي اهو فتلتين، هجيب رقم تلاتة عشان تقفل معايا. واحد اهو، ادي اتنين. اوكي.
هنا يا جماعة يبقى عملنا ايه؟ 9 صفوف فوق غرزة مربعة، وبعد كده وحدتين متماثلتين. المهم الاتجاهات زي ما انتوا شايفين كده ان انا عاملة شكل معين، وبعد كده نازل في قلب التدريجة ديت. بين كل جنبين المفروض ان في باخد 4 فتلات واعمل بيهم غرزة مربعة زي ما انتوا شايفين كده. دي بداية الوحدة الجديدة. تمام، فانا باخد ال4 فتلات دول وبعمل بيهم غرزة مربعة. تمام. كمان بين كل مثلث تحت 4 فتلات، اهو المثلث اهوت، ادي الوحدتين بتوعي مثلث 4 فتلات بعمل بيهم غرزة مربعة. لو انا مشيت بالغرزة المربعة كده يبقى بين كل مثلث وبين كل مثلثين غرزة مربعة، كده انا عملت صف من الغرز المربعة متساوي. تمام. يبقى كل فتلتين، كل 8 فتلات عندي نزلت بمثلث من تحت، هاخد ال4 فتلات اللي في النص واعمل غرزة مربعة. وكل قفلة بين وحدتين يعني رقم 7 و8 و1 و2، بين كل وحدتين بعمل غرزة مربعة كده بالارقام اهو. 7 و8 اخر فتلتين اهوت في الوحدة اللي قبل الاخيرة، و1 و2 في الوحدة الاخيرة بعمل بيهم غرزة مربعة. تمام كده. لو انتوا بصيتوا هتلاقي كده ان انا عملت صف كامل من الغرز المربعة نفس الصف. طيب بعد ما بعمل كده بعمل ايه بقى؟ بين كل غرزتين مربعة انا عملتهم باخد فتلتين من الغرزة الاولانية وفتلتين من الغرزة التانية واعمل بينهم غرزة مربعة. هنقفل الجناب بتاعتنا بقى. هنعمل الجنب بتاعي ازاي؟ دي الفتلة المتر ونص الاولانيين اللي انا اشتغلت عليها كلها وثبت عليها ال80 فتلة بتوعي. هعمل الجناب ازاي؟ هجيب 4 فتلات، طول الفتلة 3 متر، وهبدأ اثبتها. احط الفتلتين على بعض الاول وابدأ اثبت بغرزة البداية. تمام. ادي اول فتلتين كده ثبتهم. ادي التالتة، وادي الرابعة. كده بشد الخيط على بعضه.
هنعمل بقى ايه اول 4 فتلات غرزة مربعة، وهوريكم ازاي هعمل الجناب. هعمل غرزة مربعة، هجيب فتلة رقم 1 وادخلها في الجنب الاولاني واشدها، وبعد كده اعمل غرزة مربعة. هروح على الغرزة التانية وهعمل بنفس الطريقة، هجيب فتلة رقم 4 اللي هي اخر فتلة وهدخلها في المسافة الفاضية اللي بين الغرزتين، تمام كده، واعمل غرزة مربعة. وهكمل الصف كله بنفس الطريقة. اتمنى الشرح يكون واضح، ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتسيبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رايكم في الشرح. اي حاجه مش واضحه وعايزين تستفسروا عنها سيبوها لي في التعليقات وانا اعمل لكم بيها فيديو ان شاء الله. بين كل غرزتين بعمل غرزه في النص زي ما اتعودنا، بعد كده ارجع تاني امشي بنفس الترتيب، غرزتين بعد كده غرزه، غرزتين بعد كده غرزه. المهم ما انساش ان انا ادخل الفتلة الاولى والاخيرة في الجنب اليمين والجنب الشمال. هنا الوحدة اللي بيمسك فيها السير بتاع الشنطة بثبته بغرزة مزدوجة بعد 3 صفوف من الغرز المربعة زي ما انتم شايفين كده.
هجيب الفتلة اللي عليها الدور من الصف اللي فوق والفتلة من الصف اللي تحت المقابل ليها. تمام كده. وعندي طبعا 8 فتلات اهمت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام كده. اهمت 2 4 6 8 9 اهمت. دول ال8 فتلات بتوعي اهم، اللي جايين من الجناب اصلا. 8 فتلات اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. دول هعلمهم كده بمشبك وارفعهم فوق عشان ما نتلخبطش فيهم. اوكي. هجيب الفتله اللي عليها الدور هنا عشان انتم شايفين اكتر، عليها الدور من هنا، والفتله اللي قصادها الناحيه التانية بالشكل ده كده اهو. تمام كده اهو كده واضحه خالص. تمام. وابدا بقى ايه، اعمل عليها خيط من تحت كده، غرزه مزدوجه عاديه خالص. ادي 1 تمام. علمه بالمشبك اهو عشان يتلموا بعد كده مع بعض. ادي 2 اهي، ادي 3 اهو، 3 اهو، ادي 4 ادي 5 اهي، جيب 6 من تحت اهي، تمام 6 اهي. اوكي. وهنجيب 7 اهي، وادي اخر واحدة التم. خلصنا كده، خلصنا. تمام. نيجي هنا فك بس الحبلين دول من فوق بعضيهم، ادي الطرف وادي الطرف اللي انا شغال عليه، واشدهم بالشكل ده وكده ابقى عملت الشكل بتاعي.
هنا وانا بعمل القاعدة هتقولوا لي مثلا 8 فتلات بتوع الجناب قصروا، طب ايه الحل؟ هنشوف هنا الحل هنعمل ايه. يعني الفتلة الاولانية هي تمام طويلة ولسه فيها طول، عملتها غرزة مزدوجة عادي خالص. تمام، هاجي على الفتلة اللي بعد كده هلاقي الفتلة قصرت. لو فتلة واحدة بس اللي قصرت انا ممكن ازود فتلة عادية زي ما انتوا شايفين كده، فتلة واحدة. تمام، والزيادة دي بنزلها تحت الشغل وخلاص كده انا زودت الفتلة. تمام، طب لو فتلتين الاتنين جنبي قصروا، بجيب فتلة على المجوز وبتنيها وابدأ اثبتها بغرزة البداية المقلوبة زي ما احنا اتعودنا خالص، مفيش مشكلة. اهي الفتلتين قصر همت، جبت الفتلة على المجوز وثبتها بغرزة البداية المقلوبة وبكمل بقية الخيط بتاعي عادي خالص. هنا بقى هعمل البطانة بتاعتي مبطنة بالبوري دوت للدعامة. بنشتريه بالفرخ كده، بقسطه على المقاس بتاعي بتاع الشنطة. تمام، وده قماش كتان. بحط البوري في النص واسيب 2 سنتي من اليمين و2 سنتي من الشمال و2 سنتي من فوق زي ما انتوا شايفين كده. هقصها ازاي؟ فايدة البوري بتشد الشغل، بتبينه ان هو مستقيم لو القاعدة قوية. تاني حاجة ان الشنطة بتاعتي بتاعت لاب، فلازم احمي اللاب بتاعي. تمام، فالبوري هيحميها. تمام، هنا قصيت القماشة زي ما انا قلتلكوا، سبت 2 سنتي من اليمين وسبت 2 سنتي من الشمال وكمان من تحت علشان الخياطة. تمام، بشدها كويس. لو عندي مكنة خياطة بخيطهم من الجناب في ثواني هتبقى خلصت. ما عنديش بالإبرة والخيط مش هيبان خالص يا جماعة، كل ده هيتدارى جوه. يعني انا خيطتهم هنا، المكنة بتاعتي مش متوفرة فخيطتهم على ايدي بالفتلة والإبرة عادي خالص. تمام، اهو هنا بعد ما خيطتها زي ما انتوا شايفين كده سايبة الزيادة بتاعتي في الاطراف. الزيادة دي اللي انا هخيط منها. عملت وجهين 2 وكمان يعني ده اول وجه للشنطة، عملت واحد تاني زيه
هنا هو ادي الوجه والوجه التاني زيه، وكمان الجناب قصيتها على 5 سنتي وبطنتها بنفس الطريقة، حطيتها في وسط القماش وسبت برضو 2 سنتي على اليمين و2 سنتي على الشمال. وهبدأ اخيط البطانة كلها في قلب بعض عن طريق الخيط الزيادة. بصوا مش هيبين اي حاجة من الخياطة من جوه، يبقى الزيادات الاطراف الزيادة ديت ببدأ اخيطهم في بعض على الطرف فما بيبانش اي حاجة خالص. اهو بمشي على ال2 سنتي الزيادة دول من كل الجناب بالابرة والخيط وما بيبانش اي حاجة. عندك مكنة هيبقى اسهل واسرع طبعا بكتير. كده اكون عملت البطانة بتاعت الشنطة بتاعتي وجهزتها. وبكده اكون خلصت الشنطة بتاعتي. يا رب تعجبكم. سير الشنطة انا قصيته على 6 متر على المجوز. عملته نفس الشكل الوحدة الشنطة بنفس الطريقة 8 فتلات وعملت الشكل بتاعي عادي خالص. يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو قدم لكم جديد. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واي تعليق او اي حاجة مش واضحة سيبها لي في الكومنتات وانا اعمل لكم بيها فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.